بينك وبينك، النجاح مش ضربة حظ، النجاح عادة. مش لازم تكون أغنى واحد، بس لو عاوز تكون ناجح لازم تبتدي من أول دقيقة بتصحى فيها. في الحلقة دي هنتكلم عن روتين الشخص الناجح من أول لحظة بيصحى فيها لحد ما بيرجع ينام بالليل، وهتتفاجئ إن السر مش في حاجة كبيرة، في حاجة صغيرة بنعملها كل يوم. من معايا لحد الآخر علشان هتستفاد، وما تنساش تعمل اشتراك في القناة ولايك عشان يوصلك كل جديد. أول حاجة في حياة الشخص الناجح بيصحى بدري. الصحيان البدري مهم جدا، بيصحى من الساعة 5 أو 6 الصبح. مش لازم 6 الصبح بالثانية، بس الناجحين بيبقوا فاهمين إن اليوم الطويل بيزود الفرص أكتر، والنجاح بيبقى أكتر، واليوم بيبقى طويل وفيه بركة كده زي ما بيقولوا. أول ساعة في حياة الناجح طبعا ما بيمسكش التليفون زي ما الناس بتعمل، وأول ما بتقوم تشوف ده بعت لي إيه وده عمل لي إيه وترد على ميلاد. لا طبعا ده سبب لخبطة اليوم، لأن أول ما بتقوم بتشوف الرسائل والإشعارات، وطبعا ده بيحفز عندك هرمون الكورتيزول من بدري جدا. فانت دماغك لسه خارجه من مرحله نوم، من مرحله هدوء، بتدخلها في عالم ضغوط. النتيجه بتكون توتر مبكر وقلق مش مفهوم سببه. الافضل ان تمسك التليفون بعد ساعه من يومك، تكون غسلت وشك، اتوضيت، صليت، تاملت، فكرت في يومك، ويكون مخك ساعتها جاهز ان هو يتعامل مع العالم الخارجي. الافضل طبعا ان انت تمسك التليفون ساعه واحده في اليوم كله. عارفك انت تمسكه اليوم كله وتشتغل ساعه واحده بس. بعد كده بيقرا كتب او بيسمع بودكاست. الانسان بيبقى محتاج ان هو يتغذى قبل ما يشتغل، حاجه تفيدك مش حاجه في السوشيال ميديا تضيع وقتك وخلاص. الناجح ما بيمشيش اليوم صدفه، يعني ما يقولش انا سايب الدنيا يلا بكره هقوم اشوف هعمل ايه وربنا يسهل. طبعا ربنا يسهل وكل حاجه، بس لازم انا اكون عارف هعمل ايه. هخطط النهارده، همشي نفسي على هدف معين احققه، تارجت معين احققه. ما سيبش الدنيا تمشيني، لازم كل يوم بيخطط اليوم هيمشي ازاي. عنده 3 اهداف واضحه على الاقل يوميا، بيكتبهم وبيمشي وراهم. طبعا بياكل اكل صحي، مش لازم سلطات فخمه وحاجات فخمه، لا، اكل ينفعك مش يضرك. حتى لو مش بيروح الجيم، ينزل يتمشى، يعمل شويه تمارين بسيطه حتى لو 10 دقايق يوميا. الحركه بتفوق الجسم والمخيخ والمزاج. في ناس بتفتكر ان النجاح شغل ومذاكره وبس، بس الحقيقه ان جسمك هو عربيتك. لو جسمك نايم دماغك هتبقى نايمه. الشخص الناجح مش بيبدأ يومه ان هو يقوم يرد على ميلاد او واتساب، ولا ان هو بيقوم يشتغل باسهل حاجه يقول دي اسهل حاجه اخلص منها. ما هو الاسهل حاجه هتاخد كل طاقتك، فعبال ما تيجي للصعب مش هتعرف تحل ولا هتعرف تعمله. هو دايما بيبدأ باهم حاجه، عشان كده دايما بيقولوا لك ابدأ بالصعب. كل 90 دقيقه بعد ما بتخلص شغل او مذاكره بتاخد بريك صغير كده. معظم الناس بعد الشغل او المذاكره الشاقه ترجع تقول لك خلاص انا مش قادره ومش عارف ايه وهنام ومش هنام واليوم كده انتهى. لكن الشخص اللي ناوي ينجح بعد الشغل او المذاكره طبعا وقت لتطوير نفسه، بيعمل مشروع جانبي، بيسمع كورس معين، يتعلم مهاره جديده. للحظه محسوبه. قبل ما بينام بساعة بيبعد عن الشاشات كلها، شاشات التلفزيون، شاشات التليفون، شاشات اللابتوب، بيقفل كل حاجة. يبدأ بقى مثلا يتأمل وهو نايم، يبدأ يخطط لبكرة، يستفاد بالوقت اللي هو هيخطط بيه بكرة، لا يبدأ يخطط في قمة الهدوء وهكذا. طبعا الروتين مش رفاهية، الروتين هو الفرق ما بين الشخص اللي بيتقدم حتى لو ببطء واللي واقف مكانه بقاله سنين. مش لازم تطبق كل ده مرة واحدة، ابدأ بحاجة واحدة وكمل عليها. بس خليك فاكر بينك وبينك، النجاح مش في الحظ، النجاح في العادة اللي بتكررها كل يوم حتى لو محدش شايف. ولو وصلت لحد هنا أحب أشكرك جدا، ويا ريت تكون استفدت، وما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة عشان يوصل لك كل جديد.